الفالنتين وكده، عمرك فكرت مثلا ان انت تجيب لنفسك هدية؟ بعيدا عن الكوميكس بقى والكلام اللي احنا بنعمله ده والفيديوز اللي بيتريقوا على الموضوع ده او بيضحكوا في الموضوع ده، انت عمرك فكرت تجيب لنفسك هدية؟ ليه دايما الناس مستنية اللي يجيب لها الهدية؟ ليه دايما حبها لنفسها جاي من حبها للناس؟ فكر كده ان انت تبسط نفسك قبل ما تبسط اي حد، هتلاقي نفسك ان انت اصلا كمان قادر ان انت تكمل حياتك. ليه بقى؟ لان انا لما انا هستنى الانبساط ده او الفرح ده او السعادة ده تجيلي من حد تاني وما يعملش الحاجة اللي هو اللي انا مستنياها منه، انا هبقى مش مبسوطة خالص وهبقى زعلانة كمان. لكن انا لما اجيب لنفسي الهدية يبقى انا بحبها، يبقى انت تستاهلي، مش لازم ان حد يقدرني، انا كفاية ان انا بقدر نفسي. لو انا مشيت بالكونسبت ده هتلاقي ان انا ماشي حياتي كلها بالطريقة دي. انا لازم املى نفسي، ما استناش ان اللي يملالي كوبايتي، انا بملاها لوحدي، ما استناش حد يملاها لي. لو انا مشيت بالمبدأ ده هعيش طول عمري مبسوط. ولعلمكم يا جماعة، مش عشان بس الفالنتين او عيد الحب او الكلام ده كله، لا خليه على طول. وكمان مش هي دي الفكرة، فكرة ان احنا بناخد الحب على انه حب البارتنر بتاعنا، حب الشريك بتاعنا. لا، في حب الاهل، حب النفس ده اول حاجة، حب البارتنر طبعا بتاعنا، حب الولاد. انا بحب اي حاجة، فانا بحب نفسي الاول عشان اقدر احب الناس كلها واحب اي حاجة